أنا الشخص اللي مسك الزمن بإيديه. اتولدت في مدينة صغيرة اسمها دمنهور، في بيت بسيط مليان دفء ومليان حب ومليان كتب. من وانا طفل كنت دايما ببص للسماء واسأل نفسي ازاي الكون ده شغال. كنت بسأل ليه الشمس بتطلع في ميعاد وليه المادة بتتغير. أسئلة كانت أكبر مني، بس كنت شايف إن فيها لعبة عايز أفك شفرتها. كبرت وسط أهلي بيحلموا إن أنا أكون دكتور أو مهندس، لكن قلبي كان مايل للعلم، كان مايل للمعامل، للكتب اللي ريحتها كانت بالنسبة لي أجمل من أي عطر. لما العيلة اتنقلت على اسكندرية دخلت كلية العلوم. كنت بقضي ساعات طويلة في المعمل، يمكن أكتر من اللي كنت بقضيها في البيت. كنت حاسس إن في حاجة مستنياني، حاجة كبيرة بس بره حدود البلد. قررت أطلع على أمريكا. ساعتها كان السفر قرار صعب، مش بس من الناحية المادية لكن كمان من نظرات الناس اللي كانت شايفاني بحلم زيادة عن اللزوم. بس أنا كنت شايف قدامي طريق واضح، طريق طويل يمكن مضلم لكن في آخره نور. في جامعة بنسلفانيا الدنيا اختلفت. المعامل هناك كانت حاجة تانية، والسؤال البريء اللي كنت بسأله وأنا صغير بقى عندي أدوات تساعدني أجاوب عليه. هناك لقيت نفسي وسط عقول جبارة. ما خفتش، بالعكس حسيت إن أنا في المكان اللي المفروض أكون فيه. كنت دايما بسأل نفسي ليه بنعرف ندرس المادة بعد ما تتغير، وكنت بسأل ليه ما نقدرش نشوف التغيير ده أثناء حدوثه. مش هو ده برضه أصل التفاعل الكيميائي؟ بدأت أشتغل على كاميرا مختلفة، واحدة بتشوف بسرعة خرافية، حاجة كده اسمها الفيمتو ثانية، يعني جزء من مليون مليار من الثانية. كتير ما كانوش فاهمين أنا بعمل إيه، بس أنا كنت شايف الصورة كاملة. نجحت، شفت بعيني لأول مرة تفاعل كيميائي بيحصل لحظة بلحظة. ساعتها حسيت إن أنا مسكت الزمن فعلا، مش كتشبيه لأ، كواقع علمي. في سنة 1999 اتصلوا بيا من السويد، قالوا لي إنهم قرروا يدوا الجايزة لأبحاثي، جايزة نوبل. لحظة سكون غريبة، مش فرح هستيري ولا دموع. لحظة كانت أقرب لصمت المحقق اللي أخيرا لقى الحل. بس كان لازم الجايزة دي تبقى نقطة بداية مش نهاية. بدأت أفكر إزاي أرجع اللي اتعلمته لبلدي، إزاي أخلق جيل جديد عنده الفرصة اللي ما كانتش عندي وأنا طالب. وهنا بدأ حلم مدينة العلوم. رغم السنين اللي أنا قضيتها في أمريكا، رغم الجوايز والمحاضرات والسفر، عمري ما حسيت إن أنا بعيد عن بلدي. كنت دايما شايلها جوايا، في كل كلمة بقولها، في كل تجربة بعملها، حتى في نظرتي للمستقبل. يمكن كنت عايش في كاليفورنيا، لكن دايما كان قلبي متعلق بشوارع دمنهور، كان متعلق بالمدرسة اللي علمتني أول حرف. بعد نوبل اتفتح لي كل باب ممكن تتخيله، لكن أنا كنت بفكر في باب واحد بس، باب المستقبل في مصر. قلت ليه ما نعملش مدينة علوم حديثة؟ ليه ما نخلقش بيئة حقيقية يطلع منها علماء مصريين ينافسوا العالم كله؟ ما كانش مجرد مشروع، ده كان حلم شخصي، حلم كان نفسي أرجع بيه للبلد الجميل اللي زرعت فيا أول بذور الحلم. اتكلمت مع الرئاسة، مع الجامعات، مع رجال الأعمال. الطريق ما كانش سهل، في ناس دعمت وفي ناس شككت، لكن أنا برضو ما كنتش شايف إلا الصورة الكاملة. في ناس كانت فاكراني إن أنا ملاك، لكن الحقيقة إن أنا بني آدم غلط وتعلم وتعثر ووقف تاني. ما كنتش بدور على الكمال، كنت بدور على التقدم. خطوة صغيرة كل يوم، هي دي فلسفتي. وفي مواقف كنت بختلف فيها مع أقرب الناس، لكن دايما كنت بفتكر إن الطريق الصعب هو اللي بيبني الحقيقة. العلم علمني إن الزمن مش دايم، وإن كل لحظة ممكن تكون آخر لحظة. كنت عارف إني مش هعيش للأبد، لكن كنت حابب أسيب ورايا حاجة تعيش، حاجة تنور الطريق للي جاي بعدي. والنهاردة لما بشوف شاب مصري ماسك كتاب أو باحثة مصرية في معمل، بقول أهو ده النور اللي كنت بدور عليه. يمكن النهاردة الناس بتتكلم عن نوبل، عن الفيمتو ثانية، عن المدينة، بس أنا شايف الحكاية أبسط من كده. الحكاية كلها كانت دايما عن طفل صغير قاعد في شباك أوضة بيبص للنجوم وبيحلم. لو الطفل ده قدر يوصل لحلمه، يبقى أي طفل يقدر. أيوة، ظهرت في الإعلام واتكلمت في السياسة، لكن دايما كنت بحاول أحافظ على خط واحد بس، الاستقلال. ما كنتش بشتغل لحساب حد ولا بسعى أكون واجهة. أنا كنت بشتغل على فكرة، الفكرة دي اسمها العلم حق للجميع. وحتى لما كان في كلام حوالين مواقفي أو الناس اختلفت معايا، عمري ما غيرت طريقي. أنا مؤمن إن اللي بيمشي على مبدأ حتى لو لوحده بيكسب في الآخر. في سنين المرض كنت بشوف حاجات بشكل أعمق، كنت بتأمل أكتر وبفتكر حاجات أكتر وأكتر. مش كل لحظة في حياتي كانت نجاح، في لحظات فشل وإحباط وحتى وجع، بس أنا عمري ما ندمت. كل تجربة كانت بتقويني، وكل سقطة كانت بتديني دفعة إن أنا أبقى واقف أقوى. وعلشان كده لما قربت النهاية ما خفتش. كنت عارف إن أنا سايب ورايا رسالة، سايب أثر، سايب فكرة، والفكرة دي أقوى من العمر نفسه. لو وصلت معايا لآخر القصة فدي وصيتي ليك. حافظ دايما على شغفك حتى لو حواليك ناس بتضحك عليك. ما تقارنش نفسك بحد، كل حد ليه سكة لوحده. اسمع النقد بس ما تسيبش حد يكسرك.
وافتكر دايما إن اللي يقدر يحلم يقدر يحقق لو بس ما استسلمش. وأنا واحد منكم، بدأت من نفس التراب، من نفس الظروف، من نفس الأحلام، بس اشتغلت ومشيت وسبت الأثر. في النهاية أنا ما كنتش بطل ولا نبي ولا خرافي، أنا كنت بني آدم عادي، بس صدقت في نفسي وصدقت في العلم وصدقت في بلدي. وعايزك كمان تصدق إنك تقدر. لو القصة دي لمستك شاركها مع اللي بتحبهم، يمكن تلهم حد يبدأ طريقه النهاردة. واكتب في الكومنتات إيه أكتر جملة أو لحظة في القصة حسيت إنها كانت موجهة ليك. وافتكر إن لايك بسيط منك ممكن يخلي الفيديو ده يوصل لناس أكتر ويغير حياة ناس أكتر وأكتر. واشتراكك في القناة معانا هو أكبر دعم نكمل بيه الحكايات اللي بتعيش.